الحلقة التانية أو جايز تبقى الأولى، ربنا يتولانا مين اللي هينزل قبل مين. يعني زي ما قلت لكم حلقتين جملي، مش عايزين يعني سبحان الله كل ما يحصل حاجة يعني شرحت حتى لغاية ما سجلت حلقة فيهم، وفي التانية وأنا بسجلها اكتشفت إن المايك أنا موصله وحطه بعيد، مش شابكه في التيشيرت. المهم يعني الحلقة الثانية أو الأولى حسب ما أنت هتتفرج، لو ما شفتش التانية شوف الأولى، ما شفتش الأولى شوف التانية. هم حلقتين، حلقة الرجوع لحلقة التوقعات بتاعة بداية الموسم قبل بداية الدوري، والحلقة دي حلقة تقييم اليوفي أو موسم اليوفي هذا الحالي. وطبعا اليوفنتوس تقييمه لسه لم ينتهي لان الموسم لسه مفروض في كاس العالم للانديه، ولكن دي بطوله يعني ايه، مش هنقعد بقى نقول ان هي هتبقى للتقييم، هي مش هتفرق في تقييم هذا الموسم. يعني كلنا متفقين ان الموسم زي الزفت يعني. فمش هنرجع يعني المره دي. النهارده هنتكلم مش على اعتبار ما كان وما سيكون وما قد كان وما قد يكون، لا انا بتكلم على تقييم فعلي لما حدث هذا الموسم، درجات الى حد ما سريعا كده. مش هنقعد يعني نعمل علامه كامله لكل حاجه، تبقى حلقه ان شاء الله سريعه. انا جايب هنبص على الشاشه عشان ما بقاش ناسي اي لعيب ولا اي اداري ولا اي حاجه الى حد ما، ونقيم موسم اليوفنتوس. طبعا يعني احنا متفقين انه هيبقى زفت، ولكن كان حد طلب مني تقييم هذا الموسم، يعني انا كده كده كنت لازم اعمله بعد نهايه الموسم. وزي ما بقول اتاخرت يعني 3-4 ايام او اكتر والله من بعد ما الموسم خلص، وانا كنت عايز اعمل حلقه ولكن لظروف ما، وكل ما اجي اعمل الحلقه يحصل حاجه. فسبحان الله، اتمنى ربنا يتمها على خير واعرف اعمل الحلقه وتطلع وترى النور باذن الله. هنبدا بالمدرب واللاعبين. طبعا يعني هي دي الليسته. اول ليسته مكتوب ان طبعا اليوفنتوس ايجور تودور هو المدرب، فاحنا عندنا طبعا 2 مدربين كانوا لليوفنتوس هذا الموسم، ايجور تودور وتياجو موتا. طبعا بعيدا عن فكره ان تياجو موتا، انا قلت قبل كده ان ممكن كان الموسم القادم يكون احسن بكتير من هذا الموسم، وبعيدا عن زي ما بقول اعتبار ما قد كان سيكون، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا هقيم دلوقتي ما تم فعله فعليا، لان هذا موسم سيء جدا 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 لليوفنتوس. فاكيد تياجو موتا يتحمل جزء كبير، والله بقى شخصيه ولا فنيه ولا اي حاجه، مش هرجع اخش في الحوار او الديبيت ده. انا بتكلم على تقييمه الفعلي. انا بالنسبه لي شايف ان تياجو موتا يعني ياخد 2/10، 3/10 على اقصى تقدير لما قدمه هذا الموسم. طبعا حاول يلعب كرة معينه حلوه في بعض الماتشات الجيده اللي شفناها، في بعض اللمحات اللي شفناها كانت في امل في وقت ما من الموسم ان انت كنت على كل الاصعده بتنافس، وفي شهر واحد اتشدت فيشه الموسم ككل، تخرج من الشامبيونز ليج ومن كاس ايطاليا قدام امبولي، وبعدين تتغلب من اتلانتا وفيورنتينا وتبعد عن السباق اللي انت كنت بتحاول توصل، كان هيوصل ل6 نقاط او اقل، ولكن يعني خسارتين بعدوك خالص عن المنافسه في الدوري، وكان الموضوع ابتدى يخش في خطر عدم التأهل للشامبيونز، وبالتالي تم تغيير بقى يعني لان كلنا عارفين تودور اللي جه. فبالنسبه لي شايف انه كان موسم طبعا سيء جدا بالنسبه لتياجو موتا، فيتحمل هو ما حدث يعني بغض النظر بقى عن اي شيء. يعني فعليا ياخد 2/10، 3/10 على اقصى تقدير، لان هو حق ربنا هو المسؤول. نيجي نتكلم على تودور مش برضه بعيد عن العاطفة والحب، وان لسه ما ادولي فرصة تانية والراجل ملحقش وال1000 كيلو اللي ساقهم والكلام ده. الراجل عمل اللي عليه، ادى المهمة اللي عليه بدون اي عاطفة. يعني اكيد هياخد درجة النجاح على الاقل ان هو نجح في مهمته، ولكن مش هقدر اديله علامة كبيرة قوي. يعني انا على اقصى تقدير 7 أو 7.5/10 لما قدمه، ولكن الجرينتا كانت شغاله شويه في الاول وخلاص. انا ما شفتش اختلاف بين يعني يوفي موتا ويوفي تودور. طبعا تودور ما لحقش يعمل اعداد وما اقدرش احكم عليه والكلام ده، ولكن انا برضو بقول على قد الورق، زي ما انا بقول ماليش دعوه بموتا ان كان ممكن يبقى عامل ايه وبرامر لو ايه، ومش هخش في التفاصيل دي. نفس الحوار تودور، انا بتكلم على ما قدمه يستحق 7/10، يعني على اقصى تقدير 7.5، ولكن 7/10. انا اديله طالع من ذمتي 7/10 لتودور لان نجح في مهمته، ولكن انا شايف ان في برضو يعني الفريق ما كانش احسن احواله، وزي ما بقول مش هحكم على الموضوع. بالنسبه بقى للطاقم اللي كان مع موتا او الطاقم البدني والطبي، ناس كتير طبعا متضايقه منه ان هو طاقم سيء وين، لكن اغلب الاصابات اللي عندنا صليبي، عندنا طبعا حاجات عضليه كانت في البدايه لموا نفسهم في الاخر. فانا بالنسبه لي يعني مش هقول يعني اديهم 6/10، 7/10 برضو، لان هم في الاخر لموا نفسهم
يعني وكل الفرق في العالم كله بقى مع الاستحقاقات الكتير بقى فيه اصابات كتير. فانا الى حد ما مش راضي طبعا تمام الرضا، ولكن ممكن ياخدوا درجه النجاح لما يعني في الاخر لموا الدنيا، ولكن 6 من 10 حتى يعني بكتير، و5.5 6 من 10، لان بصراحه الحالة البدنية كانت يعني سيئة للغاية بالنسبة للاعبين في نهاية الموسم. كانوا بيشحروا يعني آخر ماتش كله مسك رجليه إصابة يعني شد عضلي، فإعداد بدني يعني 5.5 6 من 10 على أقصى تقدير يعني. ولكن ده كده الطاقم الفني والبدني. هنتكلم على الإداري في النهاية، جونتولي والإدارة يعني شوية لوز العنب هنتكلم عليه برضو، ما له وما عليه. وطبعا في انتظار أنطونيو كونتي الاحتمال ياتي او ما ياتيش على حسب انت مصدق مين في الاخبار والملك وكتابه هنلعبها. لان زي ما قلت بقى رجعوا لللايف بتاع امبارح، ان كل ده يعني انا شايف ان احنا منتظرين يوم الجمعه او السبت، وفي كلام ان ممكن تمتد كمان يومين، لانه واضح ان كونتي مستني حاجه من اليوفنتوس او من دي لورانتوس. هنشوف. حتى الان كونتي متكتم تكتم شديد، لما يفصح عن شيء، ولسه هنشوف ايه اللي هيحصل. نكمل على اول اللاعبين، وبعدين نختار برضو احسن لاعب في الموسم والكلام ده كله، ونقيم الموسم ككل لليوفنتوس والاداره وكل حاجه. هنتكلم سريعا، مش هطول كتير. طبعا حراسه المرمى بيرين وبينسوليو ودي جريجوريو. انا بالنسبه لي راضي على شق حراسه المرمى الى حد كبير. دي جريجوريو بالنسبه لموسم اول معانا مع اليوفنتوس لا كان جيد جدا جدا. ناس كتير متجنيه عليه بصراحه، ولكن الراجل لغايه اخر ماتش عامل تصديات خرافيه انقذتنا في اوقات كتير. طبعا ساعات بيكون مهزوز، لسه ما خدش خبره كافيه مع الفرق الكبيره. ولكن انا دي جريجوريو يعني بصراحه ربنا راضي عليه جدا، يعني 8 من 10 ولا حاجه. بينسوليو لم يتم اختباره جدا، ولكن يعني مش مالوش تقييم قوي. بارين برضو انا اديله 7.5 او 8 من 10. الراجل على كل ما كان بيلعب كان بيأدي بشكل جيد جدا، نفس مستوى دي جريجوريو، ما حسناش ان هو في فرق كتير. فيعني بصراحه ربنا كان موسم جيد في حراسه المرمى، وان كان لو في بقى كلام على دوناروما والكلام ده، ولكن يعني البحر يحب الزياده. ولكن حق ربنا انا شايف حراسه المرمى من الحاجات الجيده جدا بالنسبه لنا. نيجي للمدافعين. طبعا البرتو كوستا اول اسم مكتوب قدامي، خارج التقييم الى حد ما، ممكن يكون مبشر للمواسم القادمه، ولكن حق ربنا حتى الان هو يعني خارج التقييم. لعب كام ماتش وجي في يناير فما لحقش. سافونا بصراحه ربنا، سافونا كان بدايته قويه جدا 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 الموسم، وبعدين نزل بشكل كبير، وبعدين طلع شويه. ولكن يعني في النهايه انا حاليا مش هقدر اقول ان كان موسم سيء لسافونا بالنسبه لاول موسم لواحد ناس طالع من نكست جن. فيعني ممكن اديله 6.5 من 10. يعني عنده احسن من كده بكتير، ولكن يعني قفل الموسم على الواطي شويه، ولكن يعني مش احسن حاجه. كان مأمول منه اكتر من كده، ولكن يعني هو ده كده. لويد كالي لا يعني صفر على راي نادي لا طبعا هو مش صفر، ولكن لويد كالي في بعض الماتشات اللي اداها بشكل لا باس بيها يعني، وخاصه مع تياجو موتا في اول ما جه لويد كالي يعني. ولكن في المجمل لا، يعني الولد ده يعني ياخد 3 4 من 10، يعني ما ينجحش معاه بصراحه، يتوكل على الله وشكرا بالسلام. جليسون برامر طبعا يعني للاسف ان احنا خسرناه من البدايه، ولكن على قد اللي لعب وياخد يعني 9 من 10. كان شايل الفريق شيء، و10 من 10 كمان، ولكن خارج التقييم طبعا لانه كل الموسم تقريبا مصاب. بيير كالولو من احسن ان لم يكن احسن مدافع عندنا هذا الموسم، يعني يمكن هو احسن، يعني هرشحه لاحسن مدافع، ويمكن من احسن لاعيبه الموسم. طبعا الموسم الزباله يعني فيعني ولكن هو يعني بيير كالولو بصراحه اثبت نفسه بشكل قوي جدا بعد ما كان في مفاوضات كتير مع الميلان، وعقبال ما خد واكتسب مكانه، سواء كان ظهير ايمن او قلب دفاع او يعني بصراحه ربنا كالولو ادى بشكل جيد. يعني اديله 7 من 10، يعني 7 7.5 من 10. جاتي انا شايف جاتي حبه فوق وحبه تحت، ولكن موسم جيد الى حد ما. برضو ممكن اديله 6.5 7 من 10. يعني ولكن انا بالنسبه لي انتوا عارفين رايي في جاتي لم يتغير كثيرا، ولو خرج مش هتضايق بشكل كبير. ولكن يعني جاتي من اللعيبه اللي انا مش مقتنع بيها، ولكن عمل موسم لا باس به. 6.5، يعني 6.5 من 10، 7 من 10 اذا يعني زودتها. المهم خش على ريناتو فيجا. ريناتو فيجا على قد اللي لعبه لا الولد هايل جدا، اديله 7 او 7.5 من 10 بالنسبه للي لعبه، لانه هو جه في يناير ما لعبش كتير، ليه بعض الهفوات، ولكن عمل يعني كان من احسن مدافعينا انجاز التعبير.
لا في هنا بقى مش عارف نيكولوريتسو ده ملناش دعوه. اندريا كامبياسو طبعا، كامبياسو كان بدايه ساحقه ماحقه في بدايه الموسم، ثم بعد ذلك يعني من بعد ما جاله اصابه المانشستر سيتي وهو بعد عن مستواه بشكل كبير، بعيد عن مستواه، وحتى قفله الموسم ما كانش احسن حاجه للناس كتير. فالله اعلم هو خارج بنسبه كبيره، ولكن يعني في المجمل هديله 6.5 7 برضو من 10. ما كانش جيد بشكل كبير. كابال، خوان كابال يعني برضو خارج التقييم، ما لعبش كتير، اللي شويه اللي لعبهم ما كانش وحش، ولكن يعني كان خارج التقييم الى حد كبير. روحي برضو انا شايف ان هو ما لعبش بشكل قوي، ولكن اللي شويه اللي لعبهم ما كانش قد المستوى قوي. لوكاتيلي عارف الناس كتير مش حباه وبقطعه في فروته، ولكن انا بالنسبه لي مانويل لوكاتيلي من احسن لاعبي هذا الموسم، مرشح بالنسبه لي يعني كالولو. فانا بالنسبه لي لوكاتيلي من احسن لاعبي الموسم واحسن خطوط الوسط. ايه الوسط دي؟ من احسن خطوط الوسط هذا الموسم. مانويل لوكاتيلي كان يعني اساسي بشكل كبير. ليه هفوات وليه مستوى اعلى من كده، وزي ما انتوا عايزين. مش بقول ان انا اديله 10 من 10، لكن اديله برضو 7.5 او 8 من 10، او يعني 8 كتير بصراحه. 7 او 7.5 من 10 مانويل لوكاتيلي، لان بصراحه الموسم سيء، فما فيش حد هياخد يعني تقييم عالي. عندنا دوجلاس لويز للاسف خارج التقييم. انا الولد مش قادر ان انا اقيمه قوي، ما لعبش بشكل قوي. الشويه اللي لعبهم ما كانش اغلب الوقت، ما كانش في حاله يعني يوم ما اديله 5 6 من 10، 5.5 كمان من 10، او يعني بين 5 ل 5.5 هنديله درجه الرأفه في النجاح، لكن يعني ما خارج التقييم. كافرين تورام من احسن لاعبي الموسم طبعا، مع واحسن خطوط الوسط. يعني هو ولوكاتيلي هم كانوا العمود الفقري في هذا خط الوسط. فتورام يعني طبعا اديله 7.5 مستريح، ممكن 8، بس 8 دي لما يكون اليوفنتوس عمل نتائج. ولكن يعني انا شايف ان كافرين تورام من احسن خطوط الوسط، وانا اتمنى ان هو يبني على المستوى ده للموسم القادم. استيتش خارج التقييم. يعني استيتش خارج التقييم، ما لعبش شويه اللي لعبهم برده، يعني ادى فيهم بشكل مش وحش ولكن مش قوي. طبعا بقى اللي هو بانيوكو والحاجات اللي هي الناس اللي تم استدعائهم دول يعني خارج التقييم برضو. ويستون ماكاني من اللاعبين هذا الموسم اللي انتوا عارفين رايي فيه. انا يعني لا اقيمه تقييم عالي، ولكن حق ربنا هو ادى موسم بشكل جيد، وخاصه قبل حضور تودور. ما يمكن قبل ما تياجو موتا يمشي وبعد ما تودور جه، واضح ان في كلام كمان على ان توقف المفاوضات من اجل ان هو تجديد العقد بعد ما كان خلاص العقد جاهز وكل حاجه. في كلام ان الاداره ما ادتش الجرين لايت او الجو هاد يفعلوا التجديد. فويستون ماكاني من بعدها والمستوى يمكن رجع لويستون ماكاني اللي احنا عارفينه. هو ده اللي كنت قلقان منه، ان بعد التجديد يرجع لمستواه. فهو واضح انه رجع. يعني في النهايه انا شايف انه قفل الموسم سيء، وان كان طول الموسم لا باس به. فيعني اديله 6.5 7 من 10 على اقصى تقدير، ولكن يعني 6.5 من تون كوب ماينرز، المثير اللغط واللاعب الكبير اللي كنا مستنيين منه كتير، واللي انا لسه مستني منه كتير الموسم القادم. ولكن هذا الموسم برضه على ورق على قد ما قدمه طبعا دون المستوى اللي احنا منتظرين منه. برضه يعني هنديله 5.5 6 من 10 على اقصى تقدير بدرجة الرأفة، ولاجل اليوفنتينيتال اللي اظهرها في بدايه الموسم، وان هو كان بيحاول يبذل مجهود. ولكن هذا الموسم اغلب الموسم كان مصاب، كان بعيد عن المشاركه. ولما شارك ما كانش مدي الفاعليه اللي احنا مستنيينها منه. فانا اديله 5.5 يعني 6 من 10 بالحب يعني. لكن الموسم ما كانش جيد بالنسبه لكوب ماينرز. نيكولاس جونزاليس، عارف اليوجوال سسبكت الاخر بالنسبه لجماهير اليوفنتوس. انا بالنسبه لي لا، انا تقييمي ليه شايف ان هو مفروض يكون اعلى من كده، وانه عنده احسن من كده، وان هو مفروض يأدي احسن من كده. ولكن انا شايف ان هو كان من احسن لاعبي الهجوم، وكان مؤثر، جاب لنا اجوان كتير، كانت يعني فكت طلاسم بعض الماتشات. فنيكولاس جونزاليس انا برضو اديله يعني 6.5 7، لا اديله 7 بصراحه، اديله 7 من 10، وان كان ان هو ممكن ياخد اكتر من كده بكتير. فنيكو جونزاليس 6.5 7 من 10 على اقصى تقدير. تيموثي ويا يعني شارك شويه ما يشاركش شويه، وانتوا عارفين رايي فيه. لما شارك برضو يعني اديله 6 من 10. يعني الولد مهذب، لما شارك ما كانش وحش لما كان بيشارك، ولكن ما كانش تقييم يعني كبير قوي، ولكن يعني 6 من 10. كونسيساو من احسن اللعيبه اللي في الموسم، حق ربنا، من علامات الفارقه. عمل يعني هدف
او سجل اهداف حاسمه كتير، ولكن برضو كاداء محفوظ، وان هو يعني برضو مع بعض الاصابات مع بعض عدم المشاركه. فكونسيساو برضو يعني اديله برضو 7/10 ولا حاجه، يعني 7/10. شايفها فير، ممكن يكون احسن من كده ولكن 7/10. بانجولا من اللعيبه اللي برضو يعني ممكن في بعض الناس تشوف انها اتظلمت، ان هو كان كل ما بيأدي بشكل جيد ولكن ما كانش بيشارك كتير، ولكن على قد ما شارك انا شايف ان هو كان مؤثر الى حد ما. اديله برضو 7/10 وان كان يعني خارج التقييم قوي. كينان يلدز طبعا من احسن يعني لعيبه هذا الموسم، يعني كان مؤثر بشكل كبير. يمكن تقييمه يقل شويه بسبب الطرد اللي خده، لانه يعني وقع اعصابنا في ماتشين مهمين جدا يعني في المواجهات مع يعني، ولكن الحمد لله عدت على خير. ولكن كينان يلدز اديله 7.5 او 8 برضو من 10 هذا الموسم، انه كان من احسن لاعبي اليوفنتوس هذا الموسم. طبعا ديجو بونيو ميلك بالسلامه. يوسف اوشا، دوشان فلاوفيتش يعني بصراحة ربنا موسم سيء جدا، وموسم للنسيان لفلاوفيتش، من أسوأ مواسمه. يمكن أحلى حاجة عملها الجون العالمي اللي جابه في ليبزيج، يمكن من أحلى أهداف الموسم ككل، يمكن إن لم يكن أحلى هدف في الموسم. ولكن يعني ماتش كان عالي جدا، هو ما لعبش غير الماتش ده تقريبا. فدوشان فلاوفيتش لا، تقييمه سيء جدا هذا الموسم، يعني 4.5/10. يعني هديله نص درجة عشان ياخد درجة النجاح، لكن لا، هو ما يقدرش ياخد درجة النجاح. 4/10 هذا الموسم بشكل قوي. راندال كولو مواني، يعني انا بصراحه ربنا على قد ما الولد لعب النص موسم اللي لعبه معانا ادى بشكل جيد. ليه علينا بعض الملاحظات في بعض الفينش والشخصيه مفتقده في الملعب الى حد ما، ولكن الولد كان مؤثر. اديله برضو 7.5/10. اعتقد ده يكون تقييم فير الى حد ما. اللاعب الابرز لهذا الموسم هو النجم الغائب برامر. بجد كان هيكون احسن لاعب في الموسم، ولكن طبعا هو لم يشارك. فانا شايف ان اللعيبه المؤثرين هذا الموسم لو هنتكلم على 4 هيكون كالولو في الدفاع، لوكاتيلي وكافرين تورام في الوسط، وكينان يلدز في الهجوم. وان اخترت احسن لاعب لليوفنتوس هذا الموسم، انا عارف الناس كلها تقول لي يلدز 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 عشان هو النجم ورقم 10، ولكن انا بالنسبه لي، وعارف ان هيتم مهاجمتي بشكل قاسي للموضوع ده، انا بالنسبه لي شايف لوكاتيلي. ما حدش يسالني ليه، هو موسم سيء، فبالتالي مش هتلاقي يعني النجم الوحيد الفذ اللي ياخد احسن لاعب. بالنسبه لي احسن لاعب او افضل لاعب في الموسم ككل هو مانويل لوكاتيلي. كان غيابه بيكون مؤثر كتير، حضوره حتى لو الفريق وحش لا، كان هو الى حد ما بيظبط الدنيا. ليه يعني ماتشات سيئه وليه ماتشات جيده، وطبعا فينش بضربه الجزاء في النهايه. فانا اعتقد يعني الكابيتانو اللي انجاز التعبير مانويل لوكاتيلي بالنسبه لي احسن لاعب هذا الموسم، وان كان الموسم كله سيء سيء سيء. يعني انا مش بتكلم على مين احسن في الفرديات، انا بتكلم على تقييم. لو هنتكلم بالعرض كده طول الموسم، عدد المشاركات، لان كافرين تورام هو احسن من لوكاتيلي، ولكن في النهايه، لكن طول الموسم ما كانش بيشارك، كان عنده اصابات، ما كانش مؤثر قوي. ما اقدرش اجيب اللعيبه اللي كانت شاركت نص موسم ونقارنها مثلا، يعني مش هقدر اقارن ريناتو فيجا مثلا بكالولو. فانا بالنسبه لي لا، اينول ككل يعني، وحتى ممكن بعد لوكاتيلي اقول كالولو كان ليه برضو مستوى ثابت تقريبا طول الموسم. ده انجاز التعبير، ده رايي طبعا، اللي انا عارف ناس كتير ممكن تتفق او تختلف معايا فيه. نخش على الاداره ونخش على تقييم الموسم ونقفل الحلقه. الاداره طبعا سكانافينو فيريرو دون التقييم، ما لهمش وجود، في الوجود سر طاقية لخفة. وعشان كده احنا قاعدين نسمع بقى عن تغييرات اداريه لارضاء كونتي، وهنبقى نتكلم اكيد فيما بعد. ولكن على الموسم اللي فات اسكانافينو وفيريرو ما كانش ليهم حضور الى حد كبير. جونتولي يعني كالفو وجونتولي، كالفو كان مهتم بالماركتنج وخلاص سابنا، ويعني كليني كان بعيد قوي عن الاداره، فكان الراجل اللي كان الكل في الكل هو كان جونتولي. طبعا جونتولي انا شايف ان، عارف ناس كتير هتدي تقييم ليه سيء للغايه، وان سهل ان انا احكم بعد ما الدنيا وقعت، لكن حق ربنا على قد شغله والصفقات اللي عملها، لا انا اديله 7.5/10 او يمكن 8 لا خليها 7.5 كتير.
8 هيبقى كتير عليه، هي 7.5 بالنسبة لمجمل الصفقات اللي عملها في الصيف وفي الشتاء، وبالنسبة للظروف والظروف المادية والإرث السيء والحمل الثقيل من الإدارات السابقة. فلا، بكل برضو شفافية بدون أهواء، عشان عارف في بعض الناس يعني بتحكم بالأهواء، ولكن أنا شايف إن هو عمل جيد جدا، وإن كان ممكن يمشي. واتكلمنا امبارح في اللايف ليه ووضحت النقطه دي علشان ما ندخلش النقط في بعض، ولكن على قد هذا الموسم عمل جون تولي انا اديله 7 أو 7.5. ولكن يعني تقييم بقى المدرب، هو اللي معرفش يعمل او يستغل اللعيبه دي، وان اللعيبه ما كانتش في مستواها ده يعني. لكن احنا كلنا كان يعني الحاجات كلها متسجله، فالواحد يعني الناس كتير طارت بالميركاتو، ولكن بعد ما الدنيا فشلت قال لك الفاشل والصبي مش عارف ايه والكلام ده كلام يعني انا شايف خارج عن الفيرنس او العداله يعني في التقييم. لا، الراجل عمل شغله، ولكن مش معنى ان الصفقات دي هي اللي فشلت نتيجه عدم استغلال من مدرب، او نتيجه ان اللعيبه دي لسه غير متاقلمه، او لاي سبب ما ينفعش ان احنا نقول ان هو ما عملش عمل جيد. السنه الجايه اللعيبه دي لو فرقعت هيحسب لجون تولي ان هو جابهم، فيعني خلينا فير الى حد كبير. ده بالنسبه لجون تولي. فاما بالنسبه لتقييم موسم اليوفنتوس ككل، فطبعا هو زي تقييم يعني تياجو موتا الى حد ما. هو موسم يستحق يعني 2 من 10 على اقصى تقدير، يعني عشان كم حاجه حلوه شفناهم ولا كم جون حلوين، لكن حق ربنا موسم سيء للغايه. انت لم تحصل على الدوري، وتأهلت للتشامبيونز بشق الأنفس في الجولة الأخيرة بشكوك لحد آخر لحظة إن إحنا مش عارفين هنتعادل ولا هنفوز. فيعني موسم سيء جدا على النطاق المحلي في الدوري، وخروج امام امبولي في الكاس، يعني خروج مهين جدا امام امبولي في الكاس، وخروج مهين ايضا من يعني بنتكلم في فاينورد وحاجات يعني عيب ان ولا سوري ايندهوفن، يعني عيب ان انت يعني تخرج منهم يعني بصراحه ربنا. يعني خروج من تشامبيونز وخروج يعني كان خروج كان وكله في وقت واحد، فكان موسم سيء للغايه. يعني يا دوبك يعني هو تم انقاذه انه يكون واخد 0 موسم صفري من ناحيه انه ياخد 0، ان احنا تاهلنا للتشامبيونز وحافظنا ماء، يعني زي ما بقول مش وجهنا ماء بحفظتنا كناحيه ماديه. لكن حق ربنا لولا التاهل للتشامبيونز فهذا الموسم يستحق الصفر المتين يعني. فده تقييم الموسم فيرن سكوير. والحمد لله عرفنا نعمل الحلقه. اللي شاف الحلقه دي الاول يرجع لحلقه التوقعات، او العكس بقى بقول لهم يعني، او انا خلاص عملت حلقه التوقعات لسه بقى نشوف هتطلع امتى حسب المونتاج. اللي اول مره يشوف القناه دي، مش قناه بس عن الكوره وعن اليوفنتوس، لا فيها كلام طبي وكلام عام. بصوا على القوائم، يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع، ولولا تستحق الاشتراك. ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. قبل ما بمشي لازم اذكركم واذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين. ما بنقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه، ونتقابل على خير اللايف الجايه والحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله.